خادم الحسين محمد الجماسي، وقاسمتهم فرحتي شاركوني بسمتي، يبعد الهم لما نشتم عطر ديهم عطر ديهم، روحي مشتاقة وتحن وتارس عيون الحزن، بيد شمعة قلب دمعة تواسبيهم تواسب، ما ألقى مثلهم وين ما أمشي، لما ضيعتهم ضيعت كل شي، ما ألقى مثلهم وين ما أمشي، لما ضيعت كل شي، لما ضيعتهم ضيعت كل شي، لما أفتقدهم أفتقدهم شمعتي سيدي تذوب من بعدهم من بعدهم من بعدهم، كل حياتي أبي القاسم محمد، فتنتج وقفتنا هذه في الوسائل إلى ثمرة نضمها بدماء الزكية التي رحلت من هذا المكان قبل 7 أيام. أيها الأحبة، أيها الشرفاء، أيها النجباء، يا شعب العراق بأطيافه ومسمياته ومكوناته، استهدف فيه القصة من الأطفال والنساء والشباب والرجال ممن لقنوا ذويهم داعش إن هذه المعركة التي كانت مع داعش معركة العز والكرامة والشرف، وأرادوا أن يبعثوا على ما قاموا به رجالكم أخوانكم من الحشد بفصائله والقوات المسلحة والعشائر وجميع النجباء والأبطال والشرفاء، لقنوهم درسا في تلك. بعد تحرير الفلوجة وبعد ضرب ذلك الرد رفعت راية إلى تحرير الموصل الحكماء، لم يروا بدا إلا أن يبعثوا برسائل أن يوقفوا هذا المد فلا تتحرر الموصل، فجاءوا بهذا التفجير إلى هذه المنطقة الشريفة التي رحل فيها ممن كانت أعمارهم بعمر الورد، في الأشهر والسنين كانوا في شهر الله العظيم، في شهر رمضان، أرادوا التبضع بعد أداء فريضة الصيام والاستعداد للعيد، فيكون العيد عيدين، عيد تحرير الفلوجة وعيد الفطر المبارك، ولكن لم يروا شباه الأشراف منكم. فما هو الرد عليه؟ إن هذا السحر الجماهيري المؤلف من المؤسسات والمواكب والروابط والمسميات الأخرى من الشهادات العليا والعشائر وجميع المنظمات وجميع الأفراد بمسمياتها ومكوناتها تبعث رسالة عن أن الأمر مرفوض. أيها الأحبة، حدث ما حدث في العراق ولم يحدث فيه كما حدث في بقية البلدان، فلم تنكس راية الأمم المتحدة إلا لتبجيلنا هذا، ولم يكن على الجوجل وتويتر علامة حزن على ما كان في الإعصار للسونامي والآلاف التي ذهبت، ولكن هذه جريمة استهدفت الإنسانية بالمكونات والطوائف، فنكس علم الأمم المتحدة وحزن جوجل وتويتر وجميع الدول العالمية أنت لهذه الدماء
حتى من غير المسلمين. إن الهدف الذي أراد أن يرسمه داعش أيها الأحبة، خدمة الحسين، لا ننسى أن هذه جريمة اشتركت بها إسرائيل والبعث وداعش، لهم جميعهم يد، فإن هذه المادة لم تبعث إلا من إسرائيل. والبعث وداعش والإرهاب والطائفية والقاعدة كلها أمة واحدة. لا بد لنا من أن نتوحد حتى نزيل هذه الأسماء، وعلينا أن نكون كلمة واحدة للمرجعية ويدا ضاربة للمرجعية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سائلا الله حفظ العراق وشعب العراق وحيث العراق والقوات المسلحة، وأن ينعم بلدنا كما البلدان الأخرى بالأمن والأمان، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.